السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مقطع للرد على الملحد كافر مغربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحد الملحدين ويدعى كافر مغربي قام بالرد على أحد فيديوهاتي القديمة حول مسألة التطور. في العادة أنا لا ألتفت لصراخ الملحدين، لأني أعلم بطبيعة طول الحوارات معهم أنهم كهنة. الملحد العربي هو كاهن يريد التبشير بإلحاده بأي طريقة، ويبحث عن الشهرة والحظ الشخصي بأي ثمن. لكن صراحة سبب الرد على هذا الفيديو مسألتين. المسألة الأولى، بعض المتابعين والذين يستمعون لهذا الملحد مثلا قد لا يجيد البحث خلف هذا الملحد، فلا يعرف المتابع أنه أمام شخص جاهل بألف باء تطور. هذا المدعو كافر مغربي جاهل بألف باء بحث علمي، وفوق هذا وذاك هو يمتاز بالكذب والمكر والمراوغة، كما سنوضح الآن بالتفصيل إن شاء الله. المسألة الثانية التي دعتني لعمل هذا المقطع أن هذه فرصة أراها سانحة لنقل تحدياتي من الفيسبوك إلى اليوتيوب، لأن بعض متابعي كافر مغربي لا يعلمون أن هذا المهرج هرب من كل تحدياتي على الفيسبوك واختبأ كما اختبأ قبله دعاة التطور. فهذه فرصة لنقل التحديات إلى اليوتيوب، ولننقل أيضا أدلة جديدة ونقوشات ربما تعطي للمتابع فرصة لتفحص مسألة التطور. لكن في البداية دعوني أقرر مسألة في غاية الأهمية، وهي أن التطور أو الإيمان بنظرية التطور وأن كل الكائنات الحية على وجه الأرض من سلف عالمي واحد مشترك، هذه العقيدة هي قفزة إيمانية. الإيمان بالتطور هو قفزة إيمانية. الإيمان بالتطور هو قفزة دينية، وليست على الإطلاق قفزة علمية. فالملحد يضطر إلى الإيمان بالتطور، فهو يؤمن بالتطور فقط تبعا لإلحاده. كيف هذا الكلام؟ الكائنات الحية الآن على وجه الأرض مصدرها إما خلق إلهي مباشر أو تطور عن كائنات أدنى. لا يوجد بديل ثالث، إما الخلق الإلهي وإما التطور عن بديل أدنى، وإن كان التطور لا ينفي أصلا القضية الإلهية ولا القضية الدينية. فإما أن يكون تطور وإما أن يكون خلق إلهي، ولا يوجد بديل ثالث. فالملحد اضطرارا ملزم بالإيمان بالتطور، لا يوجد عنده للأسف بديل آخر. فالملحد يريدها تطور، ولا يستطيع أي ملحد أن يتنازل عن قضية التطور لأنها أصل عقيدته. ولذلك الملحد الذي يقول أن التطور لا يعنيه هو ليس أصلا بملحد، ولا يفهم إلزامات دينه ولا إلزامات عقيدته. فالإيمان بالتطور هو قفزة إيمانية، الإيمان بالتطور هو قفزة دينية، وليس قفزة علمية ولا مسألة يعني يتعامل معها الملحد بحيادية. دعونا نكون منصفين، الملحد لا يتعامل مع التطور بحيادية، لأن القضية عنده دين، القضية عنده أصل إيماني. إذا قلت لأحد الملحدين مثلا أن نظرية النسبية العامة لأينشتاين ربما تكون فيها إشكالات، إذا خاصة أنها ربما لا توافق نظرية الكم،
وبدأت تحاور الملحد في هذه المسألة. الملحد ربما يتناقش معك، ربما يصدق على كلامك، يؤكد عليه، ينفيه، لكن أن تعترض على نظرية التطور أمام الملحد بأدنى نقد، فإن الملحد سيرتجف وتتسع حدقة عينه ويصاب بارتشاح وتعرق شديد، وربما يمطرك بوابل من الشتائم والتسخيف والنقد لمستواك العلمي وأنك جاهل أو ما إلى ذلك. فالأمر تجاوز حدود العلم بكثير لدى الملحد. فالإيمان بالتطور هو مما ينعقد عليه قلبه. الإيمان بالتطور هو أصل إيماني، أصل ديني عند الملحد. فالملحد كما قلنا يريدها تطور. أنت إذا أسقطت التطور سقط الإلحاد بالتبعية. فكما قلنا الكائنات الحية إما مصدرها خلق إلهي مباشر وإما تطور، ولا يوجد بديل ثالث. ولذا فنقد التطور هو نقد مباشر لعقيدة قوم، هؤلاء القوم يسمون الملحدين. دعونا الآن ندخل في لب الموضوع. إذا قام ملحد تطوري بالذهاب إلى أي معمل من معامل التحاليل الطبية في أي دولة عربية وطلب مثلا عمل مزرعة كلشر لليورين بلاد ستول، أي كلشر يعني مزرعة للدم أو ما إلى ذلك، وقام المعمل بتحضير العينة ثم فحص العينة، بعد 4-5 أيام يعود الملحد ليأخذ نتيجة العينة. هنا لو قال الدكتور في المعمل لهذا الملحد، لهذا التطوري، صراحة يا زميل ملحد، ونحن نرصد المزرعة في دمك، وجدنا مثلا ميكروب كالكلاميديا مثلا، في أول يوم كان كلاميديا، في اليوم الثاني تحول إلى سودوموناس، في اليوم الثالث تحول إلى مثلا مولوكسيلا كاتراليز مثلا، وفي اليوم الرابع فوجئنا أن المولوكسيلا كاتراليز مثلا تحولت إلى ميكروب آخر جديد لا نعرف عنه شيئا، وربما العلم سيبدأ يحلله ليطلق عليه اسم. صدقوني الملحد سيأخذ النتيجة ويقطعها ثم يلقيها في الزبالة ويذهب إلى أي معمل آخر ويقول أنتم مهرجون، أنتم مشعوذون، أنتم دجاجلة. كيف تحول الميكروب الكلاميديا إلى سودوموناس؟ كيف تحول سودوموناس إلى موركزيلا كاتراليز؟ كيف تحول موركزيلا إلى كائن آخر؟ ففكرة انتقال كائن مهما كان دنو حجمه وقلة عدد جيناته إلى كائن آخر يشبهه تماما، هذا أصلا لا يستوعبه أي ملحد، فضلا عن أي تطوري، فضلا عن أي عالم. هذه مسألة تدخل في إطار الشعوذة، تدخل في إطار الدجل. نحن نحارب الجراثيم والفيروسات منذ حوالي 150 سنة. خلال فترة هذا الصراع الطويل نشأت قريبا من 10 أس 20 سلالة فيروسية. هذا العدد يقارب نصف الكائنات الحية على وجه الأرض منذ بدء الخليقة بالمناسبة يعني. طوال فترة هذا الصراع لم نرصد على الإطلاق ظهور كائن حي جديد أو انتقال كائن إلى كائن آخر على الإطلاق. هذا في إطار أدق الكائنات على وجه الأرض، لم نرصد شيء من ذلك. بل الأدهش من ذلك أننا لم نرصد ظهور بروتين واحد جديد مشفرة منظومته داخل الجينوم. لم يحدث هذا على الإطلاق. هذا يدخل في إطار الدجل والشعوذة. وها أنا التحدي رقم 1 حتى تحفظوه، أتحدى هذا الدجال كافر مغربي أو أي ملحد تطوري على الإطلاق أن يأتينا بورقة علمية. هذا التحدي الأول، ركزوا معي وسجلوا.
أتحداه أي ملحد أو أي تطوري أو أي مؤمن بالتطور الموجه، أتحدى أيا منهم أن يأتي بورقة علمية محكمة بير ريفيود تثبت ظهور بروتين واحد جديد مشفر، التشفير الخاص به يوجد داخل الجينوم. تعلمون أن الجينوم توجد شفرة له، هذه الشفرة تنتقل إلى السيتوسول لتنتج بروتين. نتحدى أن يكون قد ظهر بروتين واحد جديد طوال فترة صراعنا مع الفيروسات والجراثيم أو في أي كائن حي طبعا على الإطلاق، فأنا أقول جراثيم كأبسط وأسهل صورة مثلا متوقعة. يعني نتحداهم أن يأتوا لنا بورقة علمية واحدة محكمة بالريفيود تثبت ظهور بروتين واحد جديد طوال صراع الإنسان مع الجراثيم والفيروسات، هذا فضلا عن أن ينتقل مثلا كائن الكلاميديا إلى مثلا كائن مثلا أو مثلا الاستريبت، عفوا أن ينتقل مثلا الاستريبتوكوكاي مثلا إلى ستاف، أو ينتقل مثلا جرثومة من حوضها الجيني إلى جرثومة في حوض جيني آخر جديد. هذا لم يحدث على الإطلاق. فعندما تطلب مثلا من طبيب أن يصدق أن الكلاميديا التي تستجيب مثلا لعقار الأزيثروميسين، أسودوموناس يستجيب لعقار السيفتازيدين مثلا، تطلب من هذا الطبيب أن يسلم أن عينة داخل معمل استجابت في أول يوم إلى الأزيثروميسين ثم حين تحولت إلى سودوموناس استجابت إلى سيفتازيدين، فهذا لا يصلح إلا أن يحكى للأطفال قبل النوم. هذه حواديت قبل النوم ولا تؤخذ على محمل الجد إطلاقا. لكن الملحد يطلب منا أن نسلم أن كل ما في الحياة من كائنات حية حدث لها هذا الأمر، وهو الانتقال النوعي. لكن قد يقول ملحد بأسلوب خبيث يعني انتقال كائن إلى كائن آخر هذا يحتاج فترة طويلة من الزمن وما إلى ذلك، وهذه طبعا الكلمة الشهيرة التي يذكرونها يعني. لكن هذه الكلمة تحتوي على فضيحة إحصائية. ما هذه الفضيحة الإحصائية؟ هو أننا لو استخدمنا سرعة التنوع بين الكائنات الحية بالنسبة للمعدل الزمني لظهورها، يعني إحنا الآن عندنا على وجه الأرض تقريبا 3 مليون كائن حي مختلف ظهروا في فترة معينة من عمر الأرض سنوضحها بعد قليل. هذه الفترة التي ظهر فيها 3 مليون نوع مختلف، لو حسبنا هذا العدد من الكائنات على زمن الظهور، المفترض أن نصل اليوم إلى مرحلة كل بضع ساعات يظهر كائن حي جديد، وتظهر بروتينات وظيفية جديدة مشفرة وظيفتها داخل الجينوم كل لحظة، في مليارات المليارات من العينات التي نأخذها كل يوم، في مليارات المليارات من الرصد البشري المباشر داخل المزرعة وداخل المعمل وأمام العين المجردة. لكن لا يوجد شيء من ذلك حدث البتة، وإلا لما تجرأ مثلي على الحديث الآن عن التطور، لما تجرأت أبحاث كبرى سنتحدث عنها الآن تتحدث عن إشكالية معالجة التطور. طيب، نقطة أخرى، قد يقول ملحد وماذا عن مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي؟ هناك بعض أنواع البكتيريا تقاوم مضاد حيوي، صح؟ هذا صحيح، لكن ما علاقة هذا أصلا بالتطور؟ بالمناسبة بعض الناس يسمي هذا مايكرو إيفوليوشن، تطور صغير. هذا أصلا هذه الكلمة أصلا أنا عندي معها مشكلة، لأنها لا علاقة لهذه الكلمة بمقصودها أو بمدلولها. فلا علاقة بين evolution التي هي التطور وبين ما حدث. فالذي يحدث في البكتيريا حين تقاوم المضاد الحيوي هو أنها تفقد جزء من الجينوم الخاص بها، تفقد جزء من المنظومة الوراثية داخلها حتى لا يتعرف عليها المضاد الحيوي. مثلا أعطينا عقار أزيثروميسين إلى كلاميديا، الكلاميديا تفقد جزء من الجينوم الخاص بها فلا يتعرف عليها العقار، إذن اكتسبت مقاومة. لكن هذا ليس تطور، هذا ليس تطور المقصود به
الانتقال من شيء أدنى إلى شيء أعلى، بالعكس هذا يسمى ديفوليوشن، هذا انتكاسة، فما حدث هو انتكاسة. فمقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي هي انتكاسة. أيضا تحدث صورة أخرى من أنواع المقاومة وهي الجين ترانسفير، اللي هي انتقال الجينات بين الخلايا البكتيرية، وهذه خاصية شائعة في البكتيريا، هذا أيضا لا علاقة له بالتطور. فلذلك كلمة مايكرو ايفوليوشن هي أصلا كلمة خطأ في مدلولها الذي يروج له الكاهن الملحد. فعندنا مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي هي أصلا انتكاسة وليس تطور. فالبكتيريا تحمل بعد أن تفقد جزء من الجينوم الخاص بها تحمل كل الصفات والسمات البيولوجية الخاصة بنفس نوعها وفصيلتها، ولا تتحول إلى كائن آخر، بل هي تفقد جزء من الجينوم. ولذلك نحن نعلم طبيا كأحد معطيات الطب عندنا أن الكائن الحي إذا قاوم بكتيريا، إذا قاوم مضاد حيوي معين، بعد فترة هذه السلالة تصير ضعيفة لأنها فقدت جزء من الجينوم الخاص بها، فما أن توقف المضاد الحيوي حتى تموت هذه السلالة وتنشأ سلالة أخرى جديدة لم تفقد الجينوم الخاص بها. ولذلك السلالة التي فقدت الجينوم الخاص بها وقاومت المضاد الحيوي، هذه السلالة كانت سلالة معيبة. وطبعا لو أردتم بحث هذه المسألة تبحثوها في مرض الملاريا وعلاجه في ثمانينات القرن الماضي، حيث فعلا حدث كل ما أحكيه أنا من تفاصيل. وفعلا مؤخرا رجعت الملاريا بصيغاتها السابقة للمضاد الحيوي، صيغاتها المتكاملة. هذا حدث مؤخرا. لكن طبعا لا نطيل عليكم، أنا أعلم أن الكافر المغربي هذا لا يفهم ألف باء مما أقوله، لكن فقط أنا أريد أن أفصل المسألة لمن تلتبس عنده بعض النقاط. يعني ندخل الآن إلى الفيديو الخاص بكافر مغربي والذي ينتقد فيه حديث عن نظرية التطور. يقول كافر مغربي: كارل بوبر فيلسوف وليس بعالم. بالمناسبة هو لا ينطقها كارل بوبر، هو ينطقها كغل بوبغ، ولا أدري في أي نطق هذا الكلام. ربما هو تعلم مؤخرا فقط الصوتيات في اللغة الإنجليزية، ربما هو يستعيد أمجاد الاستعمار الفرنسي، فيريد استعادة الأمجاد بنطق بلهجة خطأ. هو يسمى أيها الجاهل كارل بوبر وليس كغل بوبغ. ندخل الآن إلى أي قاموس ناطق نكتب كارل بوبر. الآن نستمع. كارل بوبر، كارل بوبر وليس كغل بوبغ. يقول الجاهل: كارل بوبر فيلسوف وليس بعالم، فلا أدري لماذا هيثم يقحم في موضوع التطور. طبعا هذه فضيحة كبرى من هذا الجاهل. فكارل بوبر فيلسوف علوم، وفلسفة العلم التي يسخر منها هذا الجاهل ويعتبرها ليست علم من العلوم، فلسفة العلم هذه هي التي تضع الأطر أو الحدود أو القواعد التي من خلالها تقبل النظرية أو ترفض. فلسفة العلم أيها الجاهل هي التي تحدد اللحظة التي يتحول فيها المعطى العلمي من فرضية إلى نظرية، ومن نظرية إلى قانون. لكن طبعا هو ربما لا يدري إلا ضغطة جوجل وما ينتهي إليه بحثه في جوجل. النقطة الثانية، حين قلت أن كارل بوبر فيلسوف العلوم الأشهر، الجاهل استهزأ بهذه الكلمة وقال: أنتم تقولون دائما الأشهر والأقوى وما إلى ذلك. ولا يدري الجاهل أن هذه الكلمة ليست لي أصلا، ولكنها هي مقولة بيتر ميداور الحائز على نوبل في الطب، حين قال: كارل بوبر فيلسوف العلوم الأشهر على الإطلاق عبر كل التاريخ. فهي كلمة بيتر ميداور وليست كلمتي. المهم، يقول كارل بوبر: خلاصة ما توصلت إليه أن مفهوم التطور ليس نظرية علمية قابلة للاختبار، بل هو برنامج ميتافيزيقي، برنامج إيماني، برنامج عقائدي، كما ذكرت أنا في أول هذه الحلقة. فهذا كلام كارل بوبر فيلسوف العلوم الأشهر، يقول أن مفهوم التطور ليس نظرية علمية قابلة للاختبار، بل هو برنامج ميتافيزيقي. هذا الكلام ذكرته في حلقتي. الجاهل
أحد أدلة غبائه يعني الكثيرة في الفيديو، قال أين ذكر بوبر هذا الكلام وأين وظل يسخر، ثم بعد ذلك قام بالرد على بوبر وقال أن بوبر قال بعد ذلك كلام آخر غير هذا الكلام. إذن أيها الجاهل، كارل بوبر قال هذه الجملة، فما الداعي لكل هذه الزوبعة التي افتعلتها إلا فقط الشخصنة التافهة التي ربما تجعلك تحتفظ بإلحادك قليلا. لكن هل بالفعل كارل بوبر كانت له مراجعات؟ صراحة هذه المسألة أنا طلب مني عمل فصل في مسألة التطور في أحد الكتب، وبحثت في هذه المسألة منذ فترة طويلة، وكتبت في هذا الكتاب أن بالفعل كارل بوبر كانت له مراجعات تلو المراجعات، وعبر مسيرته البحثية الطويلة كان دوما متشكك في نظرية التطور. ولذلك من آخر أقوال كارل بوبر في نظرية التطور: ولا يدري الجاهل أنه في عام 1992 التقى جون هورجان. بالمناسبة جون هورجان هذا شخص يكره التصميم الذكي، يعني ليس محسوب في جملة المؤمنين بالخلق الإلهي المباشر. التقى جون هورجان بكارل بوبر وسأله عن نظرية التطور، فقال كارل بوبر، والمصدر أمامكم على الشاشة من الساينتيفيك أمريكان، قال كارل بوبر أنه ما زال غير راضي على نظرية التطور. نظرية التطور تسبب لي استياء شديد. إذن أيها الجاهل، عندما تكذبني وعندما تروج لجهلك فهذه ليست أصلا مشكلتي أنا. هذا الكلام سنة 1992. إذن مراجعاته كانت لها مراجعات، وهذا من أواخر ما قال كارل بوبر عن التطور، أنه غير راض عنه وأن النظرية تسبب له الاستياء لأنها لا تخضع للأطر التجريبية. متى تتحول البقرة إلى حوت؟ متى وأين وفي نظر من وتحت أي مختبر؟ هذه هي القضية، هذا هو الإشكال. قضيتنا يا زملائنا الملاحدة ليست معكم أصلا، لا توجد مشكلة نحن لنا علاقة بها في هذه المسألة. المشكلة هي بينكم وبين العلم، نحن أصلا خارج محل النزاع. المشكلة بين الملحد وبين العلم، متى يخضع التطور للأطر التجريبية أو الأطر الرصدية؟ هذه هي القضية. نحن خارج أصلا محل النزاع. النزاع الآن بين الملحد وبين العلم التجريبي أو العلم الرصدي. متى تتحول البقرة إلى حوت؟ متى يتحول الديناصور إلى عصفور جميل؟ متى يحدث هذا الأمر؟ هذه هي الإشكالية. لا تعطيني مجموعة من الكائنات المتقاربة ثم تضع بينها أسهم. من أين لك بهذه الأسهم؟ قوام نظرية التطور على المظهريات. ما معنى المظهريات؟ أي التشابه. بما أن فلان يشبه فلان إذن لهما سلف مشترك، كومون أركيتايب. هذا هو أصل التطور ككل. لكن من أين لك بذلك أصلا؟ هذه مغالطة تسمى مغالطة الاستدلال الدائري، circular reasoning. تضع العرب قبل الحصان كما في المثل الإنجليزي الشهير. الأصل والأصح والأكثر منطقية وعقلانية أن توجد أولا السلف ثم تثبت التفرع عنه، وليس بما أن فلان يشبه فلان إذا لهم سلف مشترك. هذه رجم بالغيب، هذه فروض. هل لكم من أثارة من علم؟ لو عندك أثارة من علم أخرجها لنا، وإلا فاحترم عقلك ولا تكفر بعقلك من أجل إلحادك. للأسف الشديد نحن نقول للملحد، وهذا هو التحدي رقم 2 في هذا الحوار: أتحداك أيها الملحد كافر مغربي، أتحدى أي تطوري أن يأتي لنا بدليل واحد على ماكرو إيفوليوشن، تطور نوعي، انتقال كائن إلى كائن آخر. أتحداكم أن تثبتوا لنا حالة واحدة انتقل فيها كائن إلى كائن آخر، بشرط أن يكون هذا في الرصد. هل رصدت كائن انتقل إلى كائن آخر؟
لا تحضر كائنين متشابهين تضع بينهما سهم. هذه فروض، هذه فلسفة وليس علم. العلم يقوم على التجريب، وإلا بما أن السحاب يشبه الآيس كريم إذا لهما سلف مشترك. ندخل في هذه اللعبة الجميلة. هذا كلام لا ينتهي، اضرب أمثلة لا تنتهي، لكن هذه فلسفات وليست بعلم. العلم يقوم على الرصد العلمي المباشر، هنا يحترم وهنا تحاور. أما أن تفرض فروضك وتطلب مني أن أسلم لك بها فهذه صراحة مشكلتك أنت ولا علاقة لي بإشكالاتك. فأنا التحدي الثاني في هذا الحوار، أتحدى من يأتي لنا بأب واحد مباشر لأي كائن حي الآن على وجه الأرض. نحن عندنا 3 مليون نوع من الكائنات الحية، نتحدى من يأتي لنا بأب واحد لأي كائن من هذه الكائنات. قل لي هذا أب مباشر لهذا عن طريق الرصد المباشر فقط. لكن ربما يقول قائل كارل بوبر تراجع عن بعض الأقوال في التطور، ومراجعات كتير ومراجعات كما ذكرنا، وآخر مراجعاته أنا ذكرتها منذ قليل. لكن قبل هذه المراجعات هو كان يتحدث عن أن التطور يخرج خارج الإطار الفلسفي ويمكن إخضاعه للتجريب، كما ذكر الملحد كافر مغربي في الفيديو. بالمناسبة أنا أعلم المصادر التي ينقل منها، فهو ينقل بمنتهى الجهل بنفس الترتيب الذي تضع بعض المواقع الإلحادية، وينقل بنفس السطور وبنفس الصفحات وبنفس الشكل. فأنا أعلم طريقة النقل الخاصة به، فهو فقط ينقل من بعض المواقع التي أنا أعرفها ثم يروج لها. ولذلك لو ذهبت إلى نفس المصدر الذي نقل منه كافر مغربي، طبعا هذا يدل على أنه حتى لا يقرأ ما ينقل، هو فقط يعني ينقل دون دراية. نفس المصدر الذي نقل منه هذا الجاهل نجد أن كارل بوبر ينقل عن أحد عظماء التطور. بالمناسبة هذه الكلمة أيضا على حد تعبير بوبر وليست كلمة مني، وهو كارل ودينجتون. قوله الانتخاب الطبيعي توتولوجي، الانتخاب الطبيعي يقوم على التوتولوجيا. ده كلام كارل بوبر في نفس الصفحة اللي بينقل منها كافر مغربي. تخيل، في نفس الصفحة اللي بينقل منها كافر مغربي كارل ودينجتون أحد عظماء التطور يقول الانتخاب الطبيعي يقوم على التوتولوجيا. أيها الفلاسفة، هل يوجد في العلم التجريبي شيء يسمى توتولوجيا، أم أن هذا مصطلح فلسفي؟ في الصفحة التي تليها مباشرة والتي ينقل منها هذا الكافر نجد بوبر يؤكد أن نفس كلام كارل ودينجتون يوجد لدى تطوريين كبار أمثال رونالد فيشر أحد مؤسسي التطور الحديث، حيث وضع الأسس الرياضية والإحصائية للبيولوجيا. وبالمناسبة دوكنز يعني يصف أنه أعظم بيولوجي بعد داروين. هذا الشخص أيضا يؤكد أن التطور يقوم على التوتولوجيا، فكرة فلسفية. جون هاليدن عالم الوراثة والأحياء، كل هذا في نفس الكتاب الذي ينقل منه هذا الجاهل. جون هاليدن عالم الوراثة والأحياء التطورية وشريك فيشر في تأسيس الوراثة السكانية. أيضا جون سيمسون عالم الحفريات الأمريكي، اشتغل 30 سنة مدير متحف التاريخ الطبيعي في أمريكا. كل هؤلاء يثبتون أن التطور يقوم على التوتولوجيا. يعني 3 من
أسس مؤسسي نظرية التطور يسلمون أن الانتخاب الطبيعي مفهوم فلسفي توتولوجي. لا أدري صراحة هل يتعمد هذا الكاهن كافر مغربي التدليس، مع أن في نفس الصفحة وفي نفس المصدر صراحة أنا أستبعد أنه يدلس، صراحة أستبعدها تماما يعني تدليسه، لكن أنا أؤكد أنه فقط هو ينقل من بعض المواقع الإلحادية بنفس الترتيب وبدون حتى أن يفحص الصفحة السابقة والصفحة التالية، فهو فقط يعني ببغاء تنقل بلا وعي، كما يصفها تشرشل ببغاء تعاني من إمساك لا أكثر. أيضا يقول كافر مغربي كارل بوبر لا يتكلم أصلا عن التطور، وإنما يتكلم عن الانتخاب الطبيعي الذي يسميه أحيانا الداروينية. طبعا الفضيحة أنه بعد هذه العبارة بدقيقة واحدة تقرأ من بوبر نفسه ما ينفي ذلك في الفقرة التي عنونها بالانتخاب الطبيعي ومنزلته العلمية، صفحة 143. الكلام أيضا على الشاشة أمامكم. يقول بوبر: عندما أتكلم عن الداروينية فأنا دائما أقصد نظرية داروين للانتخاب الطبيعي المدعومة بالوراثة المندلية، المدعومة بالطفرات وإعادة التركيب في تجميع الجينات، أي نظرية الانتخاب الطبيعي نظرية مثيرة للإعجاب. إذا النص واضح جدا أن الكلام عن الداروينية لا يساوي الانتخاب الطبيعي فقط، فهو يقول انتخاب طبيعي مدعوم بكذا وكذا. إذا لا يفرد الانتخاب الطبيعي، ولكنه يعتبر أصل نظرية التطور. فصراحة لو المتابع يستوعب ألف باء بحث علمي سيجد أننا أمام دجاجلة وليس أمام باحثين في ملف التطور. فأنا مهمتي فقط هو أن أفتح المجال لفحص كيف يحاول الملحد بأي طريقة أن يدلس على المستمع حتى يطمئن قلبه بإلحاده وحتى يتصبر على إلحاده. يقول كافر مغربي: اعتراض بوبر كان بسبب صعوبة الاختبار الطبيعي. اعتراض بوبر كان بسبب صعوبة اختبار الانتخاب الطبيعي، لذا سماه برنامج بحث ميتافيزيقي. طيب نعود الآن إلى كلام بوبر نفسه. بوبر يقول: حقيقة نظرية الانتخاب الطبيعي صعبة الاختبار. هذا قاد بعض الناس معادين للتطور وحتى بعض التطوريين العظماء للادعاء بأن الانتخاب الطبيعي يقوم على توتولوجيا. التوتولوجيا دي معناها كل الطاولات طاولات، يعني شيء يفسر الماء بعد الجهد بالماء. هذه بالطبع ليست قابلة للاختبار. هذا كلام بوبر. هذه بالطبع ليست لها أي قوة تفسيرية. الكلام أيضا أمامكم الآن على الشاشة. إذن بوبر يقول أن الانتخاب الطبيعي اللي هو كما ذكرنا منذ قليل لا يعني الانتخاب الطبيعي فقط، وإنما أس نظرية داروين، هو أصلا أمر غير قابل للاختبار، يقوم على التوتولوجيا. باللغة العربية الفصحى عندنا كالذي فسر الماء بعد الجهد بالماء. ماذا فعلت أنت عندما يعني تقوم على مظهريات هذا يشبه هذا إذا نضع بينهما سهم؟ ماذا فعلت أنت؟ من أين لك بهذا السهم؟ لماذا وضعت هذا السهم؟ هذا السهم هو قفزة إيمانية عندك، هو رجم بالغيب. فالانتخاب الطبيعي يقوم على توتولوجيا، وتوتولوجيا بكلام بوبر بنفسه لا تقبل الاختبار وليس لها أي قوة تفسيرية. ووضحنا قبل قليل أن هذا رأي فطاحلة الملف الدارويني، عظماء الداروينية كما يسميهم كارل بوبر، أمثال رونالد فيشر، جون هاليدن، جورج سيمسون. وهؤلاء عمالقة، يعني هم أسس ملف الداروينية في العالم. طبعا في نفس المصدر الذي ينقل منه هذا الجاهل هذه المسائل
ثم يأتي إلينا ويوجه النصائح والكلام، هذه صراحة يعني ينتحر عندها العقل. فإذا يرى بوبر أن نظرية الانتخاب الطبيعي أو التطور ككل لا تخضع للاختبار وليست لها أي قوة تفسيرية على الإطلاق. يقول طبعا كافر مغربي يعني محاولا التقليل من شأن كلام بوبر، هذا المصطلح في مفهوم بوبر هو مصطلح غير سلبي لهذه الدرجة التي يصورها الخلقيون. ومن قال لك أنه سلبي لدرجة كبيرة؟ بوبر يفرق بين ما هو علمي وما هو غير علمي. العلم والميتافيزيقيا، ساينس وميتافيزيكس، فكل ما هو غير علمي يقول أنه لا يخضع للأطر العلمية. هذه كل ما في الأمر. بالمناسبة هنا لي وقفة في كلمة الخلقيون التي يكررها كافر مغربي ويكررها كل ملحد في كل حوار. أنتم تنقلون من الخلقيين الغربيين، هذا كلام خلقي إنجيلي، هذا خلقي، هذا خلقي، تسمعها في كل حوار. ما أن تأتي للملحد بدليل يعجز عن الإجابة عنه إلا ويقول لك هذا كلام خلقيين، هذا كلام خلقيين. طبعا هذه الكلمة صراحة يعني مثيرة للاشمئزاز. لماذا؟ لأن الخلقيين الذين يسخر منهم هذا الدجال في كتاب 100 سنة من جوائز نوبل من سنة 1901 لسنة 2000، 100 سنة، يوضح باروخ شاليف مؤلف هذا الكتاب أن الخلقيين الذين حصلوا على نوبل في الغرب وحده وليس في كل العالم حوالي 65.4%. 66% من جوائز نوبل هي للخلقيين الغربيين. فعندما يأتي ملحد جاهل ويحتقر هذه النسبة فقط لأنها لا تتوافق مع إلحاده فهذه مشكلته هو. بالمناسبة باروخ شاليف في نفس الكتاب يوضح أن عدد الملحدين واللا أدريين والربوبيين والفريسنكر الحاصلين على نوبل خلال 100 سنة، كل هذه المجموعة لا تتجاوز حاجز 10.5%. 5%. تخيل، يعني 10% فقط ملحدين لا أدريين ربوبيين فريسنكر حصلوا على 10% من جوائز نوبل. يعني ربما لا يتجاوز نصيب الملحدين من نوبل 1 أو 2%. فعندما تحتقر 66% لصالح 1%، فأنت فقط دغمائي متحيز لصالح أفكارك الكهنوتية المتعفنة. بالمناسبة هذا الكلام في كتاب باروخ شاليف 100 عام من جوائز نوبل صفحة 57 لمن أحب أن يعود إلى المصدر، والمصدر أيضا أمامكم الآن على الشاشة. يقول الدجال: لا أعتقد أن هيثم قرأ ولو مقالة واحدة لبوبر. طبعا هذا واضح جدا من كم التخبط الذي أظهرناه في صفحة واحدة فقط أنت تنقل منها بلا وعي ولا تدري السابق واللاحق. أيها الدجال، بفضل الله أنا قرأت الكثير من أعمال بوبر، بفضل الله لي بحث كامل في بوبر قبل حتى أن أعرف اسمك الكالح. بفضل الله عز وجل أنا قرأت الكثير جدا من أعمال داروين نفسه، وها أنا أتحداك تحدي رقم 3 في هذه الأمسية. تحدي رقم 3، أتحداك أن تخبرني بالطريقة التجريبية التي اعتمدها تشارلز داروين في كتبه للتمييز بين الأجناس المختلفة. أكرر مرة أخرى، أتحداك وأتحدى أي تطوري أن يثبت لنا من خلال كتب تشارلز داروين نفسه الطريقة الإمبريكال، الطريقة التجريبية التي اعتمدها داروين في التمييز بين الأجناس المختلفة. هذا التحدي فقط لإثبات أنكم بمجموعكم كل الملاحدة العرب بمجموعهم لم يقرأوا أعمال داروين
ولا يفقهون شيئا عن أصل الداروينية، وإن قرأوا فهم قراء صحف يقرؤون هكذا من باب جدل السفهاء، وليس القراءة التي تنتج علم أو معرفة. فهم يقرؤون من أجل كهنوت إلحادي لا يفقهون عنه شيئا. وأنا أتحداهم، وأتحدى طبعا كافر مغربي تحدي مباشر. على فكرة بالمناسبة كل سؤال من هذه الأسئلة يحتاج إلى كلمة واحدة فقط. الورقة العلمية التحدي الأول يعني هي كذا، الدليل المباشر على أب واحد مباشر هو كذا، اسم كائن حي. السؤال رقم 3 أو التحدي رقم 3 الطريقة التجريبية التي اعتمدها داروين للتمييز بين الأجناس هي كذا، كلمة واحدة فقط. لكن أنا أثق أنكم جهل في أصل إلحادكم، وأنكم لا تعرفون في التطور شيئا، ولا تفقهون إلا فقط الدجل الأعمى. فها أنا أتحداكم، والتعليقات أسفل الفيديو توضح كم الجهل الذي يعانيه الملاحدة العرب بمجموعهم. نعود الآن إلى الدجال. يقول كافر مغربي: لنضرب الآن كل خزعبلات الخلقيين في مقتل، لنقرأ معا كيف غير بوبر رأيه بعدما تبين له أن الانتخاب الطبيعي لا غبار عليه. السؤال: من الذي أزال هذا الغبار؟ ما هي الطريقة الرصدية التي أزالت هذا الغبار؟ مشكلة بوبر والمشكلة التي نحن الآن نتحدث بشأنها تكشف لكم كم التدين الذي لدى الملاحدة، وكم الحرص الذي عندهم على ألا يأتي أي غبار على التطور، لأن هذا أصل إيمانهم. الإلحاد، التطور قفزة إيمانية، فهو عماد الإلحاد وعصب الملحد، ولا يستطيع الملحد أن يتنازع عن التطور، وإلا فهو ليس أصلا بملحد ولا يفهم شيئا عن إلحاده. يقول كولين باتريسون، بالمناسبة لنا وقفة مع هذا الرجل بعد قليل إن شاء الله لنفضح هؤلاء الجهلة. يقول كولين باتريسون: بوبر يحذر من خطر، بالمناسبة الكلام الآن على الشاشة، كارل بوبر يحذر من خطر النظرية. فحتى النظرية العلمية من الممكن أن تصبح موضة فكرية، عقيدة محصنة. وهذا طبعا ما أصبح للأسف الشديد عماد وأصل نظرية التطور، قادت إلى نظرة مختلفة إلى التقدم العلمي الذي أصبح متقدما بشكل أساسي من خلال الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي توماس كوهن. إذن بوبر يحذر من خطر النظرية أن تتحول إلى عقيدة. فهذا هو كولين باتريسون. بالمناسبة كولين باتريسون هذا يعني أحد أسس علم الحفريات التطوري. طبعا بعد ذلك يقول كافر مغربي: بوبر ليس عالم ولا مؤرخ. طبعا يعني لو كان بهذه التفاهة ما الذي دعاك يعني إلى كل هذا الصراخ والعويل يعني؟ طبعا هذه النقط تم تفنيدها بالأعلى. لم يدعي أحد أن كارل بوبر عالم بيولوجي. هذه المشكلة لا توجد إلا في خيالك أنت. مشكلة كافر مغربي أنه لم يقرأ ولو حتى المقالة التي ظل يقتبس منها بلا وعي وبلا تركيز. ففي بداية المحاضرة التي تكلم فيها بوبر في الفقرات بالأعلى، يقول بوبر: هناك باحثين متخصصين في داروين كرسوا حياتهم وأوقاتهم، لتلك الأسباب ظننت أنه يجب علي أن أرفض الدعوة، ومع ذلك فالدعوة أتتني، كانت ملحة علي، وأولئك الذين دعوني كان واضح جدا أنهم على علم بحقيقة أنني لست بيولوجي ولا متخصص. فهذا كلامه. إذن المسألة ليست أن بوبر ينفي عن نفسه أي نوع من أنواع العلم، ولكن هو يوضح بمنتهى البساطة أنه فيلسوف علوم. هذا بمنتهى البساطة. يقول أيضا كافر مغربي: بوبر يمدح داروين كثيرا. دعني أزيدك كلاما لبوبر
أنت أصلا ربما لم تقرأه قبل ذلك لأنه ليس في المواقع الإلحادية التي تنقل أنت عنها بمنتهى الحرفية. بوبر يقول الانتخاب الطبيعي دمر التدخل المحدد الإعجازي، لكن ما يفيد هذا الكلام؟ هذا يؤكد أن كارل بوبر هو من بينكم، ومع ذلك يجد الإشكالية الكبرى في ملف التطور. فكارل بوبر هو شخص لا أدري. بالمناسبة تشارلز داروين لم يكن يوما ما ملحدا على الإطلاق. داروين لم يكن يوما ما ملحدا على الإطلاق. فداروين مثلا يقول أما وجود حاكم للكون فهذا مما دانت به جموع من أعظم العقول التي وجدت على الإطلاق. والمصدر أيضا على الشاشة أمامكم. فداروين لم يكن ملحدا يوما ما. يقول أيضا كافر مغربي نقلا عن بوبر حواره أو مقالته هذه التي دعي إليها والتي يعني حاول فيها أن يسلج صدور التطوريين بأنه يقول لهم لا تقلقوا فأنا يعني معكم يعني وقلبي معكم وما إلى ذلك. فينقل كافر مغربي نقل طويل صراحة، لكن خلاصة هذا الكلام أن فكرة داروين تقوم على أن هناك كائنات حية تطورت كلها من سلف مشترك عبر عملية انتخاب طبيعي وطفرات عشوائية. لكن المشكلة هنا طالما أن هناك انتخاب طبيعي لما هو أصلح، فما هو المعيار لكلمة الصلاح؟ ففكرة داروين هي فكرة حشوية غير قابلة للاختبار، فالذي سيبقى هو الأصلح، والذي بقي ونجا من صراع الحياة هو الأصلح، أي أن الأصلح هو الأصلح والذي بقي هو بقي. فهذه عبارة حشوية لا تفيد شيء ولا تثبت شيء. فهذه المسألة تحتاج إلى تحرير وتحليل علمي بالإثبات الرصدي، وإلا تظل في إطار الفلسفة. فهنا التطور ليس بعلم، لأنه لا يخضع للأطر التجريبية أو الرصدية، بل إن شرط التطور الأساسي يقوم على الفجوة المعرفية الزمنية gap of time. ربما غدا نعرف أحافير انتقالية. هذا الأمر يوضح إشكالية كبرى، أن التطور لا يقوم على الرصد المباشر ولا التجريب ولا احتمالية إعادة تجريب ولا بداهة إمكانية التنبؤ. وهذه المسائل الأربعة هي أسس الإمبريقية التجريبية العلمية الحديثة، فلا تسمى نظرية إلا إذا خضعت للتجريب والرصد واحتمالية إعادة التجريب وإمكانية التنبؤ. لكن التطور لم يقفز أصلا إلى أول فرض من فروض أسس النظرية الإمبريقية الحديثة، فهو أصلا لا يخضع لا للرصد ولا للتجريب، ويقوم على فكرة الفجوة المعرفية الزمنية gap of time. ربما كان أيام داروين، ربما بعض يقول مع الوقت سنكتشف ونرصد وما إلى ذلك وستظهر أشكال انتقالية. لكن ماذا حدث بعد 150 سنة من داروين؟ ماذا حدث؟ اليوم عدد الأشكال الانتقالية أقل منها أيام داروين. تخيل ذلك. يعني النهاردة الأشكال الانتقالية اللي بيفترض أنها حافير انتقالية هي أقل منه أيام داروين. يعني أيام منذ فترة طويلة كان الحصان في أمريكا الشمالية يفترض أنه تطور عن أشكال أكثر منه قليلا، لكن مؤخرا تم حذف هذا المثال واعتباره أنه ليس أحد أمثلة الأشكال الانتقالية، مع أنه قديما كان شكل انتقالي. فالنهاردة الأشكال الانتقالية أقل مما كانت عليه أيام داروين. صراحة هذه مشكلة. نعود الآن إلى الانتخاب الطبيعي. مشكلة الأصلح. وما هو الأصلح؟ والذي يبقى من البديهي أن تطلق عليه أنه أصلح، سواء كان أضعف أو أبسط أو ما إلى ذلك.
فأنت لا تعرف ما معنى كلمة أصلح ولماذا هو أصلح. هذا فرض فلسفي. يقول ويليام بروفاين عالم البيولوجيا التطورية الشهير، بيولوجي تطوري، المصدر أيضا أمامكم الآن على الشاشة. يقول بروفاين صراحة الانتخاب الطبيعي لا يعمل على أي شيء، فلا هو ينتخب لصالح شيء، ما فيش مسألة بقاء الأصلح كما يزعمون، ولا ينتخب ضد شيء، ولا يقهر ولا يكسر ولا يخلق ولا يعدل ولا يشكل ولا يقود ولا يصفي ولا يحافظ على أي شيء. الانتخاب الطبيعي لا يقوم بشيء. هذا كلام ويليام بروفاين. أيضا إدوارد ويلي وهو أيضا تطوري شهير يقول في مسألة الظهور الأنواع هذا المدهش، المنظومات النوعية للكائنات الحية، يقول لقد قتلت هذه العملية بحثا، مسألة الانتواع سبيشيشن، ظهور الكائنات الحية يعني. والحق يقال أن إشكال النوع وكيف ظهر النوع ما زال حتى اللحظة بعيد عن الحل. فالمشكلة هي مشكلة علمية رصدية تجريبية بحتة. فمتى تقول أن فلان أتى من فلان أو فلان جاء بفلان، هذه فروض فلسفية. إليكم مثلا الذي ذكرناه منذ قليل كولين باتريسون، وهو من كبار علماء الحفريات، عمل في مجال التطور حوالي 20 سنة. بالمناسبة الكاهن الدجال كافر مغربي يتحدى أن نحضر له المصدر، والمصدر الآن أمامه على الشاشة. يقول كولين باتريسون لقد استيقظت ذات يوم واكتشفت أنني بعد 20 سنة من العمل في التطور لا أجد إلا تخمينات. وقال بالحرف، كولين باتريسون يقول بالحرف، والكلام أيضا أمامكم على الشاشة. نعم أتفق معكم تماما، لا توجد أحفورة واحدة، لا توجد أحفورة فصل واحدة نستطيع أن نجادل بشأنها. فمشكلة التطور ليست من قبل الخلقيين كما يروج كهنة الإلحاد العرب، بل إن الحرب على التطور هي من قلب مروجي نظرية التطور ومن قلب دائرتهم. إليكم الآن هذا الاعتراف المدهش، فركزوا معي في هذا الاعتراف الذي ربما يسبب إن شاء الله يعني بلاء آخر على الملاحدة العرب. في سنة 2011 يعني من حوالي 4 سنين قام عالمان ملحدان ملاحدة ليسوا خلقيين تطوريان يسلمان بصحة نظرية التطور، وهما جيري فودور وماسيمو باليماريني. قاموا بتصنيف كتاب الأمر الذي أخطأ فيه داروين والداروين جوترونج. في صفحة 15 من هذا الكتاب قال: هذا ليس كتاب عن الله ولا عن التصميم الذكي ولا عن الخلق، ليس أيا من أحدنا متورط في شيء من ذلك. لقد ارتأينا أنه من المستحسن أن نوضح هذا من البداية، لأن رأينا في التطور أن به خطأ قاطع. إذن أيها الدجاجلة والكهنة الملاحدة العرب، هذا ليس كلام خلقيين، هذا كلام يوضح أن المشكلة أصلا في لب النظرية. وقبل أن أترك الانتخاب الطبيعي جانبا، أريد أن أطرح التحدي الرابع في هذه الأمسية، تحدي رقم 4 للكاهن كافر مغربي ولكل الملاحدة العرب. متى تقرر أن الانتخاب الطبيعي قد وقع بالفعل؟ متى تثبت أن الانتخاب الطبيعي فعلا هو ما حدث، وأن ما حدث ليس مجرد تنوع داخل الحوض الجيني للنوع؟ أكرر مرة أخرى، متى تقرر أيها الملحد التطوري أن الانتخاب الطبيعي قد حدث بالفعل، وأن ما حدث ليس مجرد تنوع داخل الحوض الجيني للنوع؟
ما معنى هذا الكلام؟ نوضح لكم التحدي حتى تبحثوا له عن إجابة. عندما رأى داروين طيور جزر الجالاباجوس الشهيرة، ورأى مناقير هذه الطيور وتغير المنقار حسب طبيعة الغذاء، فبدأ يؤسس نظريته. اكتشفنا مؤخرا أن ما حدث ليس انتخاب طبيعي لطيور الجالاباجوس، وإنما ما حدث هو تهجين داخل نفس النوع، هجائن داخل نفس الحوض الجيني للنوع. يعني النوع لم ينتقل من منظومة إلى منظومة أخرى، وإنما الطائر نفسه يحتفظ داخل الجينوم الخاص به بكل الخصائص التي تغير منقاره بحسب طبيعة الغذاء، كما ذكرنا في بداية الحلقة عن مقاومة البكتيريا للمضاد الحيوي. فهو يحتفظ داخله بمنظومة تغيير المنقار بحسب المنظومة الغذائية، فهذا يسمى تنوع طبيعي داخل الحوض الجيني للنوع، وليس انتخاب طبيعي أو انتقال من منظومة إلى منظومة أخرى. فمتى تقرر أيها الملحد أن الانتخاب الطبيعي قد حدث بالفعل، وأن ما حدث ليس تنوع داخل الحوض الجيني للنوع؟ هذه هي الإشكالية. إذا استطعت أن تجيب عن هذا السؤال تثبت لنا بما لا يدع مجال للشك أن التطور فلسفة وليس بعلم. دعونا بالمناسبة نعرض تحدي رقم 5، التحدي الخامس لكهنة الإلحاد العرب لدعاة التطور. وأنا أتحدى أن يجيب أي ملحد عن أي تحدي، الكل سيلزم الصمت، وإن أجابوا فأنا أثق أنهم سيجيبوا بنسبة فشل 100%، لأنهم لا يعرفون ألف باء ما يتحدثون عنه. التحدي رقم 5: ما هي نسبة التشابه الجيني بين الكائنات الحية والتي تجزم عندها بوجود تقارب داخل نفس العائلة الفاميلي، أو تقارب تحت نفس الرتبة الأوردر، أو نفس الشعبة؟ يعني متى تقول أن نسبة كذا من التشابه الجيني تجعلني أقول أن هذا الكائن وهذا الكائن في نفس العائلة، بينما هذا وهذا في نفس الأوردر، نفس الرتبة في التصنيفات الكائنات الحية؟ يعني عند أي نسبة؟ وعلى أي أساس وضعتم هذه النسبة؟ وما هي النسبة الفاصلة بين الأوردر والفاميلي وما إلى ذلك، نسبة التشابه الجيني؟ فما هي هذه النسبة الجينية التي وضعتموها، وعلى أي أساس وضعتموها أصلا؟ بالمناسبة هنا دعوني أفرض التحدي السادس، تحدي رقم 6 لكهنة الإلحاد العرب. ما هو اسم الأب المباشر للإنسان؟ المفترض أن هذا الكائن الذي هو أب مباشر للإنسان هو أرقى الكائنات الحية على الإطلاق، أقدرها على البقاء، لا يتفوق عليه إلا الإنسان المعاصر، أليس كذلك؟ إذن المفترض أنه منتشر جدا في كل مكان وفي كل مغارة وفي كل شعب يوجد له أحافير. فلماذا لا نعرف عنه شيئا؟ ولماذا هو يعني شيء مجهول بالنسبة لنا؟ ما هو اسم الأب المباشر للإنسان الذي هو يعني أعظم الكائنات الحية ترى ولا يسبقه إلا الإنسان المعاصر؟ نعود إلى الكاهن الدجال كافر مغربي أحضر حديثي عن فيليب جونسون، ثم سخر وضحك ضحكة سمجة وقال: الرجل الذي وضعه هيثم في الصورة ليس هو فيليب جونسون الذي يتحدث عنه، وإنما هو مهندس معماري. أيها الجاهل، نظام قناة البينة، بالمناسبة توجد رابط قناة البينة في وصف الفيديو. أيها الجاهل، نظام قناة البينة أن الذي يقوم بعمل الفيديو يستقل تماما عن مسألة الإخراج الذي يحدث في مرحلة تالية. فأنا لست مسؤول عن الإخراج، وإنما الإخراج تقوم به قناة البينة، لا علاقة لي أصلا به. فوضع شخص كما فيليب جونسون صورة مخالفة، أو وضع مايكرو بدل ماكرو، هذه التعليقات السمجة التي كان يعلق بها في الفيديو، يعني أشياء تافهة وساذجة جدا ولا علاقة لها أصلا بالموضوع، لكن فقط أحببت التنويه، لا علاقة لنا نحن بالإخراج. الإخراج قضية مستقلة. يقول الجاهل كافر مغربي: فيليب جونسون لمن لا يعرفه يعتبر الأب الروحي
للتصميم الذكي كانت له نشاطات في نشر فكرة الخلقيين وإدخال دور الإله في العلوم. شوف الأسلوب الخبيث والماكر لهؤلاء الكهنة. الآن المفاجأة الفاضحة، أيها الدجال، أنا تحدثت عن فيليب جونسون لأنه أيها الجاهل الجهول المجهال، فيليب جونسون كان ملحدا. فيليب جونسون كان ملحدا، وبعد تحريه وبعد قراءته، المصدر أيضا بالمناسبة أمامك على الشاشة الآن، بعد قراءته لكتاب التطور نظرية في أزمة لمايكل دانتون عالم الكيمياء الحيوية، بعد أن قرأ هذا الكتاب تبين له فعلا، بالمناسبة فيليب جونسون هو أستاذ قانون كبير في كاليفورنيا، فبعد أن قرأ كتاب التطور نظرية في أزمة تراجع عن ليس التطور ولكن عن الإلحاد بالجملة، وتبين له فعلا أن الإلحاد كان عبارة عن فخ كبير، وترك الملف الإلحادي بالكلية. إذن أنا تحدثت عنه، فيليب جونسون كان ملحدا أيها الجاهل. أما أنه حاول إدخال دور الإله في العلوم، يعني وكأن الخلقيين هؤلاء يعيشون يعني في أحد المغارات والملاحدة هناك هم السادة يعني، ولا يعلم الجاهل أن الإلحاد في أمريكا يصنف كأحقر طائفة على الإطلاق طبقا للواشنطن بوست، والملحد الأمريكي يكرهه المواطن الأمريكي، وبالنسبة للمواطن الأمريكي المسلم المتطرف والشاذ جنسيا أقرب إليهم من الملحد الأمريكي طبقا لبحث جامعة مينيسوتا، والبحث أيضا أمامكم الآن على الشاشة. فلا تتحدث يعني وكأن الملاحدة هم سادة الموقف عندهم يعني، بل الملحد في بعض البلاد كاليونان يعتقل، والقوانين هناك تسن لمنع أي فكر إلحادي. في أيرلندا المدارس الحكومية يحرم دخولها الملحد، ملحد ممنوع دخول مدرسة حكومية. وأيضا يعني لو تبصرت مثلا في البرازيل الملحد يعامل معاملة مدمني المخدرات بالضبط مثلهم تماما. فلا تتحدث يعني وكأنكم يعني أنتم الثقافة والعلم يعني، وهؤلاء الخلقيين مساكين يعني. طبعا أسلوب ملاحدة خبيث وماكر يعني. أيضا الكاهن الدجال الجاهل كافر مغربي يقول جوناثان ويلز هذا كان يعمل في مؤسسة الخلق ديسكفري، وكان معارض من البداية لداروين بسبب تدينه. طبعا هذه فضيحة أخرى تضاف إلى عشرات الفضائح التي سخناها في هذا الفيديو، كل سبحان الله عبارة عن كذب وجهل أو خداع ومكر. أيها الدجال، جوناثان ويلز الذي أنا أيضا تحدثت عنه في الفيديو أصلا كان ملحدا. تخيل المفاجأة الآن. إذن عندما تقول أن جوناثان ويلز كان معارض لداروين من البداية فأنت كذاب أو جاهل، والأمران يحتاجان إلى علاج، إما أنك جاهل أو كذاب. فجوناثان ويلز لم يكن معارض من البداية لداروين، بل هو أصلا كان ملحدا. وطبعا أيضا المصدر أمامكم الآن على الشاشة. وبعد أن قرأ تبين له خلل الداروينية فنوى أن يدمر الداروينية كما يقول في كتبه. بالمناسبة هذه الكلمة أنا أيضا ذكرتها في مقال قديم. بالمناسبة جوناثان ويلز هذا عالم بيولوجيا جزيئية متخصص في البيولوجيا، الدكتوراه بتاعته في البيولوجيا الجزيئية. فطبعا لكن هو طبعا بالنسبة لك يعني عدو لدود، لأنه يروج لمسألة تعارض إلحادك، وهو بالمناسبة صاحب كتاب أيقونات التطور علم أم خرافة. ثم في النهاية يتحدث هذا الدجال عن ديفيد برلينسكي. بالمناسبة ديفيد برلينسكي هو عالم رياضيات درس البيولوجيا، وهو لا أدري ويحارب التطور بشدة. ديفيد برلينسكي يرى أن التطور عبارة عن أسطورة ساذجة، فعندما تفترض أن البقرة تحولت إلى حوت فأنت تمارس الشعوذة باسم العلم.
فعندما تأتي وتقول لي يا هيثم البقرة كانت يوما ما تبحث عن الطعام، وذات يوم غامرت ونزلت إلى المياه، ومع الوقت ومع تكرار النزول اختفت الأرجل الخلفية للبقرة. الكلام أمامكم على الشاشة من مصدره التطوري. مع الوقت اختفت الأرجل الخلفية للبقرة، وتحولت الأرجل الأمامية إلى زعانف، وارتفعت الأنف لأعلى. هل نمتم أم ما زلتم معنا؟ صراحة هذا الكلام ما أمامكم الآن على الشاشة، هذا كلام تطوري مباشر. البقرة غامرت، نزلت إلى الماء، مع الوقت مع تكرار النزول تختفي الأرجل الخلفية، تتحول الأرجل الأمامية إلى زعانف، ترتفع الأنف للأعلى، وهكذا صارت البقرة حوتا. صدقوني الإلحاد يفوق في غباوته أشد الديانات الوثنية انحطاطا عقليا. صدقوني الإلحاد يقوم على فروض أسخف الوثنيات تحمل فروضا أعلى منها عقليا. ديفيد برلينسكي قام بتحليل هذه العبارة من منطلق رياضي بحت، لأنه عالم رياضيات. فقال برلينسكي أن البقرة إذا تحولت إلى حوت فنحن بحاجة إلى 50,000 تغير جسدي بها. 50,000 تغيير في المنظومة الخاصة بهذه البقرة حتى تصير حوت. طبعا بالمنطق البيولوجي 50,000 تغير جسدي، إذن هناك 50,000 تغير جذري في منظومة الجينوم الخاص بها. المخيخ يتغير، العين تتغير حتى تلائم المياه، الجلد يتغير، منظومة التنفس كلها تتغير. كل هذه المنظومات التي لا حصر لها لا بد أن تتغير في أوقات متزامنة، ولا بد أن توجد ملايين الكائنات المشوهة الوسيطة في كل تغير. والنتيجة التي نسلم بها جميعا أنه لا وجود لهذه الكائنات المشوهة الوسيطة. وفي النهاية يبقى السؤال: من هو الموجه لهذا التغير؟ هذا كلام عقلاني منطقي طرحه اللا أدري ديفيد برلينسكي. طبعا هذا كلام قاسي على الملاحدة، فالجاهل الدجال كافر مغربي قال: أين تحولت البقرة إلى حوت؟ هذا خطأ وهذا كذب على التطور. أيها الجاهل الدجال، هذا أصل من أصول التطور. يتفق التطوريون جميعا، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة، يتفق التطوريون جميعا على أن أصل الحيتان ثدييات برية. هذا أصل يتفقون عليه، أصل الحيتان ثدييات برية. داروين كان يرى أن هذا الثدي هو الدب، كما ذكر في كتابه أصل الأنواع، والمصدر أيضا أمامكم الآن على الشاشة. بعض التطوريين يقولون أن هذا الثدي الذي أصبح حوتا هو البقر، وهذا الكلام أيضا مصدره الآن أمامكم على الشاشة. من الUS Today. وطبعا يعني يتحدثون عن أن مسألة تطور البقرة إلى حوت أصبحت لنا فيها بعض الأدلة. هذا كلام التطوريين. يأتي ملحد تطوري عربي جاهل يقول: لا يوجد في التطور شيء يسمى انتقال البقرة إلى الحوت. يا رجل أنت لا تفهم ألف باء تطور، ما دخلك أنت؟ صدقني أي ملحد سيقول لك: أصمت، لقد فضحت إلحادنا. الغربيون يقولون: نحن نبحث وعندنا بعض القرائن، وأنت تقول لا يوجد أصلا شيء يسمى تحول بقرة إلى حوت. كل فروض التطور هي بهذه الغرائبية وبنفس هذه الدهشة. مثلا ما هو مصدر العصافير؟ يقول لك الدراوينة أن العصفور جاء من ديناصورات، الديناصور تحول إلى عصفور، داينو بيرد ثيوري. هذه أيضا أحد أسس نظرية التطور.
ما مصدر لبن الأم؟ دائما يأتون بالتشابه، يعني عصفورة ديناصور هي إذن يعني كومن أركيتايب على طول. ما مصدر لبن الأم؟ يبحثون عن المظهريات أيضا. لبن الأم مصدره العرق. تخيل غدة عرقية تحولت إلى مامري جلاند. لبن يخرج بمنتهى التعقيد والانضباط بعناية وتركيز حسب عمر الجنين وتركيز الأجسام المناعية وكمية البروتين والدهون. هذا الضبط التام لتغذية الأجنة هو عرق تحول إلى لبن. هذا أيضا أحد أصول هؤلاء التطوريون. وربما البعض يقول ما هذه السخافات؟ كل التطور يقوم على ذلك. بالمناسبة مجلة ديسكفري التي أنا تحدثت عنها في الشريط نقلتها هذه المعلومة من كتاب عرفان يلماظ، وهو عالم على ما أذكر، عالم تطوري سابق تركي الأصل، في كتابه التطور علم أم أيديولوجيا، لمن أراد أيضا أن يعود إلى ذلك، والمصدر بالأسفل، وهو كتاب جيد وجميل. لكن صراحة عند هذه النقطة أنا أود أن أحلل قضية في غاية الخطورة، وهي قضية التطور في مقابل ماذا؟ يعني دائما يقول لك الملحد حسنا التطور خطأ، ما هو البديل؟ هنا إشكالية كبرى. هل بما أن لا يوجد لديك بديل إذن تسلم بالخطأ؟ يعني ما هذا الدجل وما هذا الجهل؟ البديل كما قلنا في أول الحلقة لا يوجد إلا خلق مباشر أو تطور. طيب أعطني دليل على هذا الخلق المباشر أيها المؤمن. إذا أحضرت لك أيها الملحد مخلوق يشبه البطة، بالمناسبة هذا المثال ذكره جوناثان ويلز، إذا أحضرت لك أيها الملحد مخلوق يشبه البطة ورائحته كرائحة البطة وصوته كصوت البطة وملمسه كملمس البطة ويسبح بنفس طريقة سباحة البطة، الذي ينكر أن هذا المخلوق بطة هو المطالب بتقديم الدليل. بنفس القياس العقلي إذا أحضرت لك أدلة مباشرة على الصنع الإلهي المتقن في الكون في منظومة الحياة، الذي ينكر أن هذا ليس صنع قائم على إرادة وخلق وتصميم وإبداع، هو المطالب أيضا بتقديم الدليل. نطرح مثال بسيط. المصباح الكهربي، المصباح، اللمبة، تتكون من 4 مكونات أساسية: الفتيل، سلك الرصاص اللي هو بيوصل الكهرباء للفتيل، الغاز الخامل اللي هو داخل المصباح اللي بيحمي الفتيل، والزجاج. فتيل، سلك رصاص، غاز خامل، وزجاج يحمي الفتيل من الهواء. هذا المصباح هو منظومة معقدة فيه دليل مباشر على صنع متقن، وأن له موجد، وأن هذا الموجد يعلم، وأن هذا الموجد عنده حكمة. بنفس الدرجة من الاستدلال العقلي نجد بعض الزهور مثل الأوركيديا. زهرة الأوركيديا هذه تتخذ صورة مطابقة بالضبط لأنثى النحل. زهرة نبات تتخذ صورة مطابقة لأنثى النحل، فيأتي ذكر النحل متوهما أن هذه أنثاه ولا يعرف أنها زهرة. تلتصق حبات الغبار في رأس ذكر النحل ويقوم بتلقيح نبات آخر دون أن يدري أنه يقوم بتلقيح مثالي. بل المدهش لكل إنسان أن زهرة الأوركيديا هذه تفرز نفس الرائحة الخاصة بأنثى النحل، فيرميون،
هرمون أنثى النحل بنفس الرائحة بالضبط، ليس الشكل فقط ولكن أيضا رائحة أنثى النحل. هذا تحدي مبهر يقوم على ليس 4 نقاط كما في المصباح، ولكن على ما لا يقل عن 200,000 نقطة، اللي هي منظومة التشفير داخل الجينوم الخاص بزهرة الأوركيديا حتى تعطي شكل أنثى النحل ورائحة أنثى النحل. هذه المنظومة التشفيرية العملاقة تقوم على مئات الآلاف من الحروف داخل الجينوم الخاص بها. هذه الحروف تترجم فيما بعد إلى شكل ورائحة أنثى النحل. هذه فيها دلالة قاطعة على الصنع المتقن. خواص الإدراك والعقلانية واتخاذ القرار، لو افترضنا حتى أن النحل استطاع يوما ما أن يمتلكها فلن يغير أيضا من شكله شيئا، لأن الجينوم داخله مشفر قبل أن يوجد. وهنا نطرح قضية أخرى، لا توجد لك منظومة إلا وهي مشفرة قبل أن تظهر، فعينك عينك وسمعك ويداك وكمية البروتين داخل العضلة والهرمونات داخل الغدد الخاصة بك كلها توجد مشفرة قبل أن تولد بمنتهى الضبط والمعايرة الدقيقة، فاين تيونينج. كل شيء داخلك مشفر داخل الجينوم الخاص بك. يوجد داخلك حوالي 3 مليار حرف في كل خلية من خلاياك، في الدي ان ايه الخاص بك، في الكروموزومات، في الجينوم الخاص بك. هذه الحروف عندما يفك تشفيرها تنتج منظومتك الوظيفية، تسمع، تتكلم، تنظر، كل شيء بمنتهى الضبط، بمنتهى المعايرة الدقيقة. هرمون مثل الأدرينالين، هذا يعني عندما نقوم نحن بحسابه كل مليون نسمة تحتاج إلى جرام أدرينالين. تخيل هذا الضبط المدهش. يعني حتى أنا كنت أقول أن الشعب المصري كله يحتاج إلى أدرينالين على طرف معلقة شاي يوزع على كل الشعب. تخيل هذا الضبط المدهش والمبهر لكل شيء داخلك ما لا يحصى. كل هذا يدل دلالة قاطعة على الصنع المتقن. أبسط الكائنات الحية على الإطلاق طبقا لتطور نفسه وهي السيانوبكتيريا يوجد داخلها مئات العضيات. كل عضية من العضيات تحتوي على مئات الآلاف أيضا من الحروف المشفرة بمنتهى الضبط. لا يظهر الكائن إلا وهو مشفر، ثم بعد ذلك يفك التشفير. فكرة التشفير هذه الكودينج، التكويد المعلومة. يعني أنت الآن تتكلم، هذا الكلام يخرج عبر اهتزاز أحبال صوتية. هذه الأحبال توجد الكتالوج الخاص بتصنيعها داخل الجينوم الخاص بك بمنتهى الضبط. هذه الحروف كيف تتحول، يعني انت عارفين الحروف بتاع الجينوم عبارة عن ايه؟ سي جي تي اي، حروف يعني لوغاريتمات. سي جي سي سي جي جي تي 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 اي، التكرارية دي 100,000 مرة تطلع حبل صوت بتاع هيثم. تخيل. طيب قبل أن يظهر هيثم لابد أن تشفر الحروف الخاصة بإنتاج وقوة وشكل أحباله الصوتية داخل الجينوم الخاص به. منظومة الكودينج والديكودينج، التشفير وفك التشفير، هذه لا يقوم بها إلا خالق عليم قدير حكيم. وقبل كل هذا وذاك هو سبحانه وتعالى موجود. فكرة الخلق الإلهي فكرة أصلا بديهة عقلية لا تحتاج إلى كل هذه المماراة والدجل والجدل، فقط لإرضاء النزوات وإرضاء الشهوات والهروب من التكليف الإلهي، أو من أجل فقط مضاربة إشكالات ظنية ظاهرية. فبما أن كذا يشبه كذا، أنا يعني لا أؤمن لا بكذا ولا بكذا. فصراحة يعني الإلحاد هي فكرة في قمة السخف، فكرة سطحية ساذجة للغاية، تتنكر لقضية في قمة العمق والضبط والأدلة القطعية. لذلك حتى داروين كان يقول، يعني شارلز داروين نفسه حتى عندما تدبر زهرة الأوركيديا مثلا هذه، داروين نفسه نعم تدبرها، قال هذه الفكرة
فكرة التصميم الإلهي المدهش كثيرا ما تعصف بعقلي. ثم قال طبعا الإيمان يزيد وينقص، قال وفي أحيان أخرى تتلاشى. يعني فكرة التصميم الإلهي حتى يعني هو طبعا يحاول أن يتهرب من التصميم ويسلم بالبدائية في التطور، فيقول فكرة فعلا هذه الفكرة تعصف بعقلي، لكن ربما بعد ذلك تتلاشى. فمنظومات الخلق الإلهي هي منظومات في غاية الضبط والإتقان والإذهال من أول منظومة. الجاهل الذي يظن أن ربما في الكائنات الأولية لا يوجد ذلك، أي كائن على الإطلاق يوجد به كحد أدنى، ده كلام علمي، حوالي 400 جين، والجين به عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الحروف بمنتهى الضبط. ما ينفعش كائن حي يقل عن 400 جين، وإلا مش هيكون كائن حي. فالكائن الحي الحد الأدنى ليه مينيمم جين كونسبت هو 400 جين، في 6 للتكاثر، 4 للإخراج، 5 اللي هي المنظومات الأساسية يعني. فالعلماء حسبوها وجدوا أنها لابد أن يكون الكائن الحي مهما كان كائن أدنى هو 400 جين. طبعا أيام داروين ما كان أحد يدري ما الجين وما الخلية، كانت الخلية تحت ميكروسكوب داروين عبارة عن لطخة بروتوبلازم لا يفهم عنها شيء. لكن أنت الآن تدرك عظمة الجينوم وعظمة التشفير الإلهي والإبداع الإلهي والخلق الإلهي، وكل منظومة تخرج لابد أن تكون مشفرة أولا، ثم يعود إخراج هذا التشفير بهذه الصورة للهرمونات ولكمية العضلة ولضخ الدم والقلب ووظائف الكلى وطول الشعر، وكل شيء مشفر داخلك بمنتهى الضبط، بمنتهى العجب، بمنتهى المعيارية الدقيقة. فكل هذا يسلم لك بأن الله عز وجل هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك مسألة الصنع الإلهي المتقن في الكائنات الحية توجد الآن بقوة لدى علماء الأبحاث. فعالم مثل دوغلاس إكس، خبير بيولوجيا جزيئية في جامعة كامبريدج، أسس المعهد البيولوجي، رابطه الآن أمامكم، وهذه صورة دوغلاس إكس داخل معمله. الدجال كافر مغربي يقول ليس له معمل، هذه صورته. روبرت جاكسون ماركس أيضا أسس مختبر لرصد التدخل الإلهي العجيب في الكائنات الحية. يوجد عشرات الأوراق العلمية المحكمة بير ريفيود التي ترصد الصنع الإلهي المتقن والتي تعارض التطور. بعض الملاحدة الجهلة ككافر مغربي هذا الجاهل الذي لا يفهم ألف باء تطور كان يتحدى ويقول يعني أعطونا دليل علمي على معارضة التطور. هناك عشرات الأوراق العلمية المحكمة التي تعارض الصنع، التي تعارض التطور وتثبت الصنع الإلهي المتقن. وفي حتى مجلة الطبيعة وهي من أكبر المجلات العلمية في العالم نشرت بعض هذه الأوراق، أيضا الرابط أمامكم الآن على الشاشة. بل إن الأخ الحبيب دكتور أحمد إبراهيم أدمن معنا في مجموعة ورينا نفسك على الفيسبوك أيضا نشر ورقة علمية محكمة بير ريفيود تدحض نظرية التطور. فمن السهولة بمكان أن تتحرى هذه المسائل، لكن طبعا الكهنة الملحدين العرب لا يفهمون أي شيء عن أي شيء. فقضية الصنع الإلهي المتقن دخلت حيز علمي رصدي تجريبي مباشر، في المقابل التطور يقوم على التخمينات. فبالله عليكم كيف يترك البرهان والدليل القاطع إلى التخمين الافتراضي الدجاجلي؟ كيف يترك العلم إلى الدجل واليقين إلى الشعوذة والرصد المباشر إلى الفروض التخمينية التي لا تنتهي؟ كيف يترك الحق إلى الباطل إلا لمن أراد أن يتشرب الحق، إلا لمن أراد أن يتشرب الباطل وأن يتشبع به وأن يحيا على الباطل ويموت على الباطل؟ للأسف الخيال مجاني، الخيال مجاني، وقوام ردود التطوريين على خيالات.
وفروض لا تنتهي واحتمالات لا حصر لها. كل ذلك من أجل إغماض العين عن براهين الصنع الإلهي المتقن في كل كائن حي على الإطلاق، محاولة إغفال الرصد الإعجازي لكل المنظومات الحية حتى يتسنى لهؤلاء الدجاجلة أن يعيشوا على أمل الكفر ويموتوا كفارا مرتدين. نسأل الله أن يهديهم وأن يصلح قلوبهم. وفي الختام لا أملك إلا أن أقول: ما كان مني من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله وحده، له الحمد والثناء الجميل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وإسرافنا وجهلنا وكل ذلك عندنا. أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.